الدايت والاكتئاب. الناس كلها دايما بتقول لك هو الزعل بيخسس، هو الاكتئاب بيخسس، لا ده بيتخن. طب يا دكتور هو الدايت اصلا بيجيب اكتئاب ولا لا؟ دول 3 اسئله انا بتسالهم تقريبا كل يوم. عايزه اقول ان ال3 اسئله دول يعتبروا حاجه اساسيه في علاج السمنه. يعني ايه؟ يعني الناس اللي عندها مشاكل نفسيه احنا ما ينفعش نستهين بيهم خالص، ما ينفعش نتعامل معاهم ان هم بيتدلعوا. لا، هم مش بيتدلعوا على فكره، هم عندهم مشاكل وفينهم ناس بتاخد ادويه، الادويه دي بتاثر على وزنهم بشكل ما. بعيدا عن ان كمان الادويه بتاثر عليهم، كمان هرمون الكورتيزون في جسمهم بيزيد بشكل كبير جدا، اللي بدوره بيزود من الالتهاب في الجسم، وكمان بيقلل من المناعه، وكمان بيزود من اختزان الدهون، وبيأثر على توازن هرمون الانسولين في الجسم. فما تقولش ان واحد مكتئب او واحد زعلان او واحد بياخد دواء نفسي يا عم ده بيتدلع. لا حبيبي، هو مش بيتدلع، بالعكس هو عنده مشكله ولازم تبقى متفهم ده. سواء كنت طبيب او دكتور تغذيه او كنت صاحبه او اخوه او صاحبته، وات ايفر انت مين في حياته، يو هاف تو ابريشيت الحته دي جدا جدا جدا. ده كده رقم واحد. رقم اتنين، لو انت بقى دكتور وعامل دايت للعيان والعيان بدا يجي له مود سوانكس، ده طبيعي. ليه بيحصل كده؟ لان الناس لما بتقلل الاكل مره واحده وبتقطع النشويات مره واحده وبتروح شايله خالص السكريات من اكلها مره واحده، على فكره دول ادمان، ليهم اعراض انسحاب، وبيبقى بيحصل ان السيروتونين في الجسم بيقل، فغصب عنه هو بيبدا يتضايق ويكتئب وتبقى حالته المزاجيه زي الزفت. فما ينفعش حضرتك او حضرتك، سواء كنت دكتور سواء كنت مريض، قرر ان هو يعالج نفسه وان هو ينزل من وزنه، يروح قاطع كل ده مره واحده. انت كده تكار انك بتضر نفسك. امال يا دكتور اعمل ايه؟ طيب ولا اي حاجه، كل حاجه في الدنيا ليها خطوات في العلاج يا جماعه. مريض الاكتئاب اللي بياخد ادويه بيبقى ليه طريقه علاج، لان احنا بنركز في البروتوكول العلاجي بتاعه على اكلات وعلى بعض الفيتامينز والمعادن وبعض الحاجات اللي بتساعد على رفع الحاله المزاجيه. اما الناس اللي بنعمل لها دايت فبيجي لها اكتئاب، احنا بنخلي بالنا واحنا بنشيل السكريات وبنشيل النشويات وبنشيل بعض الالبان ان احنا بنشيلها بشكل مدرج عشان خاطر ما يحصلوش اكتئاب. حذاري حذاري يحصل اكتئاب وانت بتعمل دايت، واوعى وانت مكتئب تتجاهل ده، لان ده بيأثر على وزنك بطريقه مباشره مش بطريقه ثانويه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. تابعوني تاني لفيديوهات جديده، واعملوا منشن لاصحابكم واعملوا شير للفيديو عشان نفيد بعض. اشوفكم في فيديو جديد.